مليانة دائما معارك وشد وجذب، عشان كده كنا يعني في حالة فهم وشد وجذب مع فادي في الفقرة الماضية. أتمنى تكون إنها عجبتكم بالفعل. لكن الحديث مع عالم الابتكارات والتكنولوجيا هيكون بقى إيه، ديسنت وهادي ولطيف كده. خلينا نشوف فريق العباقرة المصريين اللي هم أصغر فريق علمي بحثي لسه قادم من كوريا الجنوبية بعد المشاركة في أحد الفعاليات العلمية هناك. احمد هاني، اهلا بيك يا احمد. اهلا بحضرتك. منورني. نورك. يوسف محمد، ازيك يا يوسف؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ كويس الحمد لله. انت يوسف كنت معانا قبل ما تسافر كوريا الجنوبيه. اه. حاسس ان شكلك متغير، بقيت كوري كده. آه. تعرف تتكلم كوري دلوقتي لا. ولا كلمه خالص؟ لا. عملتوا ايه في كوريا؟ الحمد لله. اكلتوا ايه هناك؟ كنا بناكل سمك. حلو السمك بتاعهم؟ هناك الاكل الرسمي سمك ورز. رسمي. وهناك الرز مش زينا هنا، لا. هناك الرز من غير سمنه ولا زيت، لا، حاجه صحيه. رز حاجات بالبخار بحريه يعني. صحيه. طب ما دي معلومه علميه برضو يعني. مم. احنا كلام بسيط بس المعلومه علميه. والسمك هناك ايه، سوشي ولا بتتعمل ازاي؟ سوشي وجمبري وحاجات غريبه كده بس. ومقلي. في ديدان بيقولوا. لا، كان في اخطبوط. طب ما احنا بناكل هنا الاخطبوط، ما هو اللي احنا بناكله الصبيط. لا، بس هناك بقى شكله بقى كشكل كده، فاحنا اه. ايه رايك في الشخصيه الكوريه؟ جاده جدا، شخصيه جاده جدا، شخصيه منظمه. يعني هما هناك كانت مقولة بيقولوها في الكايست اللي احنا رحناه، مكان اسمه كايست. ده مكان عندهم أكتر من 30 جامعة وأكتر من 200 معمل تجارب. هناك مقولة بيقولوها ايه؟ كايست student study hard but they play hard. يعني هما بيشتغلوا جد قوي وبيلعبوا جد قوي، عندهم هناك موازنة. وبالتالي احنا لو طبقنا النظام ده موجود هنا، احنا لو طبقناه هنا هنبقى زيهم واحسن منهم كمان في حاجات كتير، لان هم بدأوا معانا من سنة من السبعينات. هم بدأوا، احنا بدأنا سباق. هم سبقونا بكتير جدا 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 في العلم، واحنا يعني هنا زي ما بيقولوا ايه، محلك سر. بس ان شاء الله احنا الوقت الجاي بتاعنا احنا اللي احنا نقدم بإذن الله. كلمنا يوسف، المسابقه كان اسمها ايه اللي انتوا رحتوها، والفريق العلمي فريق العباقرة اللي انتوا سميتوه كده هوت، وانتوا ثلاثة، بحيي الشخص الثالث اللي محمود. معاكم محمود. سافرتوا هناك ليه؟ احنا كان مثلا كان بقى بنظام، فهو منظم ومفيش نقطة وقعت منه أبدا. لكن كمادة علمية هو ما كانش كان في مادة علمية كويسة جدا، بس هو ما كانش الهدف الأساسي إن أنت تاخد علم بس. هو الهدف إن أنت إن عمل خلط بين ناس العالم كلها. أنا بقينا دلوقتي بخاطب ناس 22 دولة على مستوى آسيا. آسيا كلها كانت هناك، فأنا بخاطب ناس كتير بلغات كتير وبمعلومات كتير، وده بيدرس حاجة وده بيدرس حاجة وده عنده مدرسة وده عنده. فكان تلاقي المعلومات من خلال الأشخاص غير، لكن بشكل ضعيف الدكاترة اللي كانوا موجودين. 6 دكاترة من نوبل والباقي كلهم من عادي مش حاصلين على انتوا نوبل. كنتوا فيما يسمى معسكر علوم. آسيا العلمي، ايشن ساينس كامب 2011، صح كده؟ صح. دي صور ده الصور بتاعتنا معانا. عايزين نشوفها مع بعض، يا ريت نرجع الصورة الأولانية مع بعض. كان في دكاترة من نوبل. اهو. انتوا واحد منهم. ده طب يا جماعة خلينا نرجع الصور، هيجيبوا لكم الصور دلوقتي. انتوا اشتركتوا بايه يعني؟ ايه البحث العلمي اللي انتوا رحتوا بيه، او الفكره كان العلميه؟ الشرط ان هو يكون واحد ما عنده اكتف بس. يعني ما كانش شرط ان انا يكون عندي اختراع، لكن شرط ان انا اكون ماهر. بقالي حوالي، احمد بقاله 4 سنين، انا بقالي 5 سنين في البحث العلمي. فكان هو ده الشرط الاساسي. دي كان من الاوضه من عند احمد في الدور الرابع. يعني اللي رشحنا للمعسكر ده البحث العلمي. ادينا تعليقك يعني بس على الصور الاول. ده دكتور ستورت باركن من اي بي ام كاليفورنيا لوس انجلوس. ده دكتور فظيع جدا في الالكترونكس، وده كان دكتور من جامعة سول، كان بيشرح على الاتموسفير. ده حصل على نوبل؟ ده حصل على جائزة نوبل في الايه؟ في الكيمياء سنة 2002. سنة 2000 وده طبعا مع فريق مشارك. انتوا رايحين تتصوروا مع جميلات بقى هناك؟ يعني احنا قلنا رحلة علمية، واضح ان هي رحلة جمالية. لا والله، ده هم كانوا بيصوروا معانا عشان احنا مصريين وكده، فكانوا عايزين يعرفوا عن المظاهرات. كانوا بيصوروا معاكم عشان انتوا مصريين؟ ليه بقى؟ يعني عشان سمعوا ان المصريين يعني بيرفعوا راس بلدهم في كل مكان، بالذات بعد اللي حصل بعد الثورة. عرفوا ايه قيمة المصري. المناظر دي واحنا رايحين التور،
اتصورت واحنا في الاتوبيس. عملوا لكم رحله في جبال كوريا ولا ايه؟ لا, لا. كانت رحله بناخد من بلد لبلد تاني عشان نشوف مصانع. ودي اخت مصريه اه. اه. برضو في الفريق؟ اه لا كنا مش في الفريق معانا، ده مدير الجامعة. اه. كنا ده في اخر يوم كان الحفله، يوم البوسترات دكتور والحفله. دوجلاس أشرف. انت يا يوسف اشتركت في فكرتك ايه العلميه او نشاطك اللي انت اشتركت بيه كان ايه؟ انا قلت لحضرتك ان انا النشاط العلمي بقالي 5 سنين في نهضة علوم الاهرام، 3 سنين بقى مع دكتور محمد علي في معمل علوم المواد 1 بعلوم القاهره. بقالي 2 في جمعيه تكنولوجيا المخترعين. ده في مصر، لكن انت نوبل. رحت تقول للشباب العالم 22 دوله اسيويه، رحت تقول لهم ايه، تفيدهم بايه؟ انا مخترع في احنا عاملين اصغر فريق بحث علمي في مصر وبنشتغل على مشروع مهم، ودكاتره واخدين نوبل بيشتغلوا عليه، يعني اتاخد فيه جايزه نوبل واحنا ما كناش نعرف السنه دي. فهو دي كانت فرصه ان كان كلهم يقولوا اصغر فريق بحثي وانت عندك 15 سنه عندنا 20 سنه، ما عملناش حاجه زي كده. حتى هما ما كانوش مخترعين، ده وايه هما الفكره اللي انتوا شغالين عليها ونوبل السنه دي برضو كانوا عملوا شغل فيها؟ ان تخليق مشتقات البترول من غاز الميثان وثاني اكسيد الكربون. طيب ده شيء رائع. احمد، انت كان نشاطك ايه في الاشتراك هناك؟ كان نشاطي برضو يعني حضرتك عايز تعرف المشروع اللي احنا كنا شغالين عليه هناك ساعة البوستر برزنتيشن ولا من واحنا من مصر؟ لا هناك. هناك احنا كان كل واحد طبعا كان في فريق معين. يوسف كان في فريق وانا كنت في فريق ومحمود كان في فريق. انا كان فريق كنت انا كالقائد بتاعه. كنا شغالين على فكرة اسمها بايوميماتكس فروم نيتشر تو فيوتشر، يعني يعني حاجات كده من الطبيعة فيها تطبيقات للمستقبل، زي زهرة اللوتس. زهرة اللوتس سيلف كليننج، يعني بتنظف نفسها بنفسها من الدريفتس وكل حاجة مش كويسة عليها بتنظف نفسها بنفسها. السطح بتاعها مش مستوي، لا مدبب، يعني بحيث لما المطره تنزل عليها بتاخد كل الحاجات اللي مش كويسه عليها وبتمشيها. مثال تاني برضو هي حشره في الصحراء عندنا من الطبيعه، بتاخد ليها يعني ايه، بتاخد الميه من الرمله بحاجه ذاتيه عندها، دي حاجه في الطبيعه، بتاخد الميه عشان تقدر تعيش عليها. هو ده كان مثالين احنا كنا شغالين عليهم هناك. سميتوها البايو ايه؟ بايوميماتكس. ماتكس. ميماتكس. يعني منتجات طبيعيه تستطيع ان هي تقاوم اساليب الحياه. الحياه والمعيشه يعني. مم. وده داخل في الجرين تك اه. او التكنولوجيا الخضراء. مم. طب انتوا شايفين ان احنا لو اجرينا ابحاث على زهرة اللوتس المصرية، واساسا ثورتنا اسمها ثورة اللوتس المصرية، ممكن نعمل ايه؟ هنعمل حاجات كتيرة جدا، منها ان احنا ممكن نعمل تطبيق مثلا زي خزان بس بتطبيقات اللوتس. ازاي يعني؟ المطر لما تنزل هناك، في مطر كتيرة جدا في كوريا، هما ليه هناك ما فكروش في تطبيق ان احنا ممكن نعمل زي خزان او محطة لتخزين المياه المطر دي؟ ممكن تطبيق تاني اللي هو يبقى على الهدوم، ما تغسلش بعد كده خالص، ممكن ما نحتاجش لاي مساحيق او اي حاجة فيها عامل اقتصادي عالي. طيب ده كلام محترم. وانت فريقك كان في ايه يا يوسف؟ كنا فريق اولا كان بيضم انت 3 كنت دول. مخبي علينا الفرق، وعرفنا هم نحمد ان في فرق هناك. لا انا كنت كل بس حاجة هنجيبها ما تقلقش. كان الفرق فيها 3 دول، مصر، ان انا واستراليا واليابان وكوريا. لا 5 والهند. كنا شغالين على ايه العقل بيفكر في ايه، وازاي ان انا ممكن اغير في التفكير الواحد، يعني ازاي ان انا اقدر ان انا اسيطر على الاحلام بتاعت الانسان، وازاي ان انا اقدر وهو بيحلم ازاي. بس هو ده كان البحث. بس عناوين. ده كلام جامد جدا. يعني الواحد ممكن يتحكم في احلامه، افكاره، ازاي يتعب، يلغي التعب، الجزء اللي بيسبب الالم يلغيه. يعني بمعنى ان انا عندي الم في صباعي بيوجعني، فايه بتدي اشاره للمخ ان الصباع ده بيوجعني، فالم فظيع. ازاي ان انا اسيطر على الالم ده واخليه ان يتحول ان ما فيش حاجه. طب انا ازاي بقى توصلتوا في الابحاث والنقاشات لايه؟ ان هو دي معموله فعليا، فاحنا بقى جمعنا الداتا ان ينفع يحصل ده، شغالين عليه. هل دي بتبقى قوة طاقة نفسية، ان الواحد يقول بدل ما من احس ان ناحيتين. ان عندي ألم معين، لا احول هذه الطاقة السلبية لطاقة اخرى ايجابية؟ هي من ناحيتين، طاقه نفسيه وطاقه خارجيه، يعني نفسي
طيب موضوع النفسي على مستوعبينه، الطاقه الخارجيه دي هتيجي ايه، بجهاز يعني لا ولا بإيه؟ بلصقة. المفروض في حاجة بتتلصق على الدماغ بتعمل ذبذبات أو حاجة بتأثر فيها على الأحلام، بتأثر فيها على المكان اللي هو بيسبب الألم. لأن المخ بتاعنا متقسم لكذا خانات. الغرف دي بتبقى كل حاجة فيها حلم، فيها ألم، فيها لعب، فيها قراية، فيها علم، فيها ذاكرة. كل ما في الدنيا موجود في المخ. الألم، أعضاء الجسم، الرجل الشمال، رجل يمين، إيد، صوابع، ده كله بيتحكم في المخ. فأنا لو قدرت أسيطر على خانة من الخانات دي اللي هي مسؤولة عن ألم أي حاجة في الجسم، فإن أنا بقدر أسيطر على إن مفيش ألم خالص. من شويه قرايات ليه كده شايف ان الابحاث في العالم رايحه ناحيه اللعب في الدماغ، ان هو يحط لك جهاز عشان تستطيع ان انت يبقى عندك ذاكره الكترونيه بخلاف الذاكره العاديه، ان يحط لك اللاصق دهوت فتستطيع ان انت إيه، تغير العصبونات وحركه الاعصاب وحركه توصيل الاشارات العصبيه، فالاحساس يتغير. ايه الموضوع ده؟ كان في تليفون هناك عاملينه. التليفون ده صغير كده بيتحط هنا في الدماغ، تتكلم وتسمع منه من هنا، من دماغك من مش من دماغ هنا، الودان. ومجربين. امال الناس اللي مكبره دماغها بقى هتعمل ايه في الفتره الجايه؟ الناس اللي مكبره دماغها عن العلم ولا مكبره دماغها عن ايه بالظبط؟ مكبره دماغها عن كل حاجه، دماغها عاليه جدا يعني زي ما بيقول لك. لا طبعا، يعني احنا بنوجه رساله من هناك. يعني احنا هناك شفنا حاجه يعني جميله جدا. يعني احنا كشخصيا نفسنا نطبقها هنا في مصر كفريق. هناك كل حاجه شغالين كفريق، ما ينفعش تشتغل لوحدك. ما ينفع- ليه؟ لان احنا كفريق الافكار بتتلاقى مع بعضها بحيث تطلع فكره واحده موحده، اللي هي دي ممكن يعني فعلا تاخد حاله احاز التنفيذ، ممكن تبقى حاجه كويسه كبلد. والحاجه التانية المشاركه. هناك لو واحد قادر يعمل لك حاجه طبعا هيعملها لك يعني فوق ما يعني الناس بتساعد بعض، ودي روح بقت موجوده بعد الثوره، بس عاوزين نعممها عندنا هنا في مصر. طيب سؤالي الاخير لكما، حلمك ايه بعد ما جيت من كوريا؟ انت دلوقتي عندك كام سنه؟ 16. 16 سنه، انت في سنه تانية ثانوي. اه حلمك ايه ان شاء الله؟ اشوفك ايه، نفسك تعمل ايه لنفسك ولمصر؟ انا يعني عايزين نبقى حاجه كبيره جدا عشان بلدنا، لان احنا فعلا هو يعني بفضل الله احنا حتى صغيرين قد كده، واحنا صغيرين سنا طلعنا مثلنا بلدنا بره، والحمد لله خدنا يعني خدنا اعلى الدرجات. نفسنا ان شاء ايه الله لما حلمك؟ حاجه نكبر كبيره في ايه؟ قول لي حاجه محدده. حاجه كبيره في مجال الكيمياء، ان انا اخترع حاجه تكون لبلدنا. ان شاء الله نشوفك في هذا المجال، عقل جميل، وهنستمر معاك في الحوارات والنقاشات ومع الخبراء اللي بيجوا لنا، ونعمل كده كوميونتي مع بعض جميل. يوسف، انت عندك حلم علمي تربوي مش قادر تحققه في مصر، كان نفسك تلتحق بايه؟ انا عايزه ابقى دكتور ان شاء الله. عاوز؟ عايزه اروح مدرسه المتفوقين ايوه. اللي اتعملت في 6 اكتوبر. الوزير لسه مفتتح، انا الامتحان فاتني لان كنا مسافرين، فانا بطلب من الوزير وحتى مقدم له ورق ان انا اخش المدرسه دي. وزير التعليم، التربيه والتعليم، والتعليم. اللي هو دكتور احمد جمال دي. فانا نفسي اقابله شخصيا. ده الحاجه بره موضوع المدرسه، وان نفسي يديني الفرصه ان انا اخش المدرسه. الوزير طلب اني 98%. طب انا مش جايب الدرجه دي. هو طلب الطلب ده ليه؟ حاجه واحده، ان هو يقلل العدد اللي هم داخلين. يعني انا دلوقتي جايب 98%، كام في القاهره جايب 98%؟ قليلين. لكن لو كان سابها مفتوحه للمتميز في العلوم ففي كتير. فانا متميز في العلوم بس مش جايب الدرجه دي، فانا لو انت جايب هو كام في المية؟ 95. اها. فهو دلوقتي طالب ايه؟ ان يكون متفوق في العلوم والرياضه. انا مستعد لاي امتحان انا اجتازه او ان انا اخشه، ومستعد يمتحننا اي كيو، مستعد يمتحننا اي حاجه، او جيب له اوراق تثبت ان انا كويس في العلوم والرياضه، بس اخش المدرسه دي. على العموم الدكتور جمال الدين موسى شخصية رائعة، هنوصلك بيه ان شاء الله بطريقتنا بعد الحلقة مباشرة ان شاء الله، نعمل اتصالاتنا ان احنا نوصلك بيه، وهنشوف هل يمكن استثنائك كعبقري مصري متميز علميا، ان انت شاطر في العلوم لكن انت جايب 95 مش 98. هل هنعرف نعمل دي ولا لا؟ هنشوف في اتصالاتنا بقى معاكم. طب دي الشهاده اللي احنا كنا واخدينها، لو الكاميرا تعرف تقرب عليها. خلينا الكاميرا دلوقتي، يوسف بقى مذيع يا جماعه يعني. خلينا نشوف. طبعا احنا فرحانين بالجهد العلمي اللي هم عاملينه في الملتقى اللي كان في كوريا الخاص بالمعسكر العلمي العام 2011. احمد هاني، هنتواصل معاك نشوفك حاجه كبيره ان شاء الله باذن في الله. نقطه صغيره يوسف قبل- محمد، اخر نقطه.
ان هناك الشخص الكوري في فرق بين الشخص الكوري والمصري في حاجة واحدة، ان هو هناك بيحب ان هو بلده يشوفها في اعلى الاماكن. احنا هنا في مصر ما فيش شخص، احنا هنا عملنا نظام وقالنا ثورة وان احنا اسقطنا نظام. طب اسقطنا النظام ده حاجة سياسية، طب فين الحاجة الاجتماعية؟ هناك بيحافظوا على البلد، لو واحد من غير بوليس، ما فيش حاجة اسمها شرطة وان انا اخوفك عشان انا ظابط وما ينفعش تقف هنا صف تاني. هناك في نظام الساعة 4 الفجر واحنا ما فيش حد في الشارع، ما فيش حد بيخرج، واحنا ماشيين انا واحمد العربية وقفت عشان الاشارة حمراء، ما فيش حد في الشارع خالص، بس العربية تقف، ولو راجل معدي ما فيش عربيات ما ينفعش. اوكي يا يوسف، اوكي يا احمد، زي ما انتم شايفين الجيل في حلقة اليوم يطالب بثورة اجتماعية، ثورة على الشخصية المصرية، لان المصريين يستحقون افضل من ذلك، لكن نحتاج الى نموذج مختلف. كل فريق عمل برنامج اي تي شو بيحييكم مشاهدينا، ودائما نحن نراهن على جيل مصر الافتراضي، على هذه المواهب وعلى هذه الافكار. مصر بخير طالما هناك نية وهناك عمل مختلف لدى المصريين. أنا أحمد يوسف بحييكم، كل فريق عمل استوديو 34، مخرج البرنامج محمد الطحاوي، المخرج المنفذ كريم ممدوح. بكرة موعدنا بتوقيت القاهرة 4. إلى ذلك الوقت نلتقي أونلاين مع بعض. جروب البرنامج كما يظهر على الشاشة اي تي شو وذ أحمد يوسف، على تويتر @دماغ تك، أو على البروفايل الشخصي الخاص بي. أشوفكم على خير وإلى اللقاء.